الكاف له عدة حالات، راح ناخذ الكاف الأولي له حالتين. الحالة الأولى الكاف المتصل بكل الحروف عدا الألف، راح يكون كالآتي: يبدأ بترويس بهذا الشكل، أطلع به وأترك مسافة وأنزل بحركة هذا الظهر تقوس بهذا الشكل. نفس هذه الحركة بس عكسها تصير، هذا منطقة الصدر، تأتي هنا منطقة العجز. البعض يخرجوا من حرف الدال، ما رأيك؟ هو يشبه الحركة مال الدال، يشبه، ما يخرج من الدال. هسه ناخذ هذا في حالة هذا أقرب للام ألف حقيقة. نعم، أقرب للام ألف. هسه من هنا هذا المهم، شوف هاي المنطقة بهذا الشكل، بهذا الشكل، هذا منطقة العجز، يشبه حرف اللام ألف. لأنه إذا أنا أجي من هون، إذا أجي من هون تقريبا لكن لام ألف أقصر أطول طبعا، لكن نفس الحركة، نفس الميزان تقريبا يطلع من اللام ألف. هسه من هنا تبدأ مثل عندك الحروف التي مو مستوى، كأن يكون كاف باء، راح أبدأ من هنا أنزل، شوف بهذا الشكل، هاي هنا نقطة، أو كاف راء، هذا الكاف راء تقريبا نقطتين. ايش نقطتين؟ عند يعني قبل التحول. لا أكثر. نعم أكثر، لا أكثر من نقطتين. في كلمة كريم شوف أكثر التحول، هذا كله نازل بانحدار. هذا راء، هذا راء، هذا باء. كاف جيم مثل كج، من هنا يجي نقطع من هنا تستمر هذا كله اشتق من الحروف، كل الحروف عدا حرف الألف. المهم بهذا الكاف، حتى نذكر بعض الموازين المهمة له. هناك 3 نقاط مهمة. أول شيء أأكد على الخطاطين، هذه السماكة للترويس لا يخليها عالية. شوف هذه السماكة، هذا منها يطلع منها ترويس، ترويس أصغر من ترويس الألف. نعم، هذه لا يطلع بي عالي فيصير الترويس كبير هون. المسافة من هنا قصيرة، هاي صغيرة بهذا الشكل، مثل الألف، مثل سماكة الألف، ولكن طولها أصغر من ترويس الألف. هاي واحد. النقطة الثانية مراعاة الصدر والعجز بالكاف حتى تنطي الانسيابية اللازمة للكاف. النقطة الثالثة والأهم هو ميله هذا بقاعدة وبقياس. من أجي من هون إلى هذه المنطقة اللي هو هنا، هذه تحديدا هاي 1 وهاي 2 وهاي 3 تقريبا من تشوف 3 نقاط. أو إذا نريد نسوي من هون، هاي نقطة أيضا تقعد فيه تقريبا، هاي نقطة وهاي نقطتين وهاي 3 نقاط، 3 نقاط تقريبا. نعم. يأتي حرف تكمالته، هذا القاعدة مالته، يجي حتى حرف الزند عفوا رأس الكاف. من يبدأ؟ ما يبدأ من هنا، هاي النقطة يضغطون بالخط، يبدي منها الكاف. لا، الكاف ما يبدي من هنا. أنا أفضل الخطاط من يبدي من نفس الترويس ويطلع شوي، شوف شلون بهذا الشكل، ويصعد طلوع. لذلك راح تصير هنا سماكة معينة، بس سماكة. فهمنا شلون؟ نعم.
احنا شرحنا الكاف الوسطي في احد الدروس، نعم. وقلنا هاي مسألة الطول شلون تطول لها موازينها وكذا، ما نريد نعيد نفس الشرح، بس هذا اللي بدي أكد عليه أنه هذا الشكل مال الكاف يكون بهذا الشكل. يعني هذه الزاوية مهمة، هذه الزاوية مهمة. لا يسوي الخطاط هذه الزاوية بطريقة عدلة هيك، لأن القلم ما إلي يكون من يطلع بالكاف، فهاي المنطقة تصير رفيعة وهاي المنطقة أعرض، هذه أرفع وهذه المنطقة هنا سماكة أعرض، بهو مسار القلم منها تبدي رفيعة وتطلع بعدين أعرض، هنا له ميل. النقطة الثانية من ينزل هذا الترويس مال الفاء أعيده هنا بهذا الشكل تقريبا، أأكد هذه لما تكون عالية مسافة، هذه هنا أشوف بها هذا الميل، منا قلمي يبدأ ميل، ما أبدي منا القلم أعيد وأكرر، هذا الكاف كلش مهم، ما يبدي القلم منا ويطلع هاي المنطقة تصير فيها، لا أبدأ من نفس القلم، من نفس ما بدأت قلمي الأول وأطلع شوية، ومن هنا أطلع بهذا الشكل، فصير هنا أكو سماكة مثل ما شرحنا. فالشكل العام مالها هاي المنطقة كيف راح يكون هذا الكاف من هنا منا مايل بهذا الشكل بهذه الزاوية، وهنا اكو حدية بالترويس وجاية بهذا الشكل. فهمت شلون؟ هاي النقطة مهمة، هذا الشكل هون في ميل بهذا الاتجاه، الحدية وين صايرة بالركن مال القلم اللي هي هذه، وهاي المنطقة مايلة هنا يصير بها تدوير بسيط، ما يخلوها حادة، انتبه لا يخليها حادة، هاي المنطقة حادة، هاي المنطقة بها تدوير بسيط، هذه المنطقة تدوير بسيط وهذه المنطقة تكون حادة. هذا الشكل العام، الشكل العام. يجب وضع هذه السماكة، مو صح ان الخطاط يسويها هيك ويطلع منها الكاف ويبديها من هنا، هذا غلط، ويظل الخطاط يرسم وتصير مصطنعة فتخرب رأس الكاف، لأنه رأس الترويس بالنسبة للألف والترويس بالنسبة للكاف من أصعب الشغلات، حرجة لأي تعديل وحرجة لأي شيء اسمه، فإذا سواه ويظل يرسم من هالمنطقة راح يخرب الترويس، يفقد مسار القلم، فهاي الحالة هي الخاطئة، هاي الصح، أنه أخلي قلم منها وأطلع شوي وأبدي أطلع مثل ما شفناه هسه بالفيديو قبل قليل. هذا الكاف، هذا نقول كاف مع كل الحروف إلا الألف. نعم. هسه راح نيجي على الكاف ألف. الكاف ألف حركته تصير شبيهة بالدال وأصغر من هذا، راح يصير بهذا الشكل. شوف هسه هذا إذا تلاحظون من خليت أنا 3 نقاط هنا، أنا راح نشوف أكو نص نقطة. هسه يسأل يقول ليش ما صارت 3 نقاط؟ وهنا إذا خلينا 3 نقاط راح نشوف أكو هنا فرق تقريبا ما يقارب النص نقطة. هو بالحقيقة نصف النقطة هذا هو الفرق بين الكاف مع الحروف كلها، اختلاف عن الكاف مع الألف. مع الألف تكون تحديدا 3 نقاط، أصغر منه بشوية الميل. نعم. فإذا نريد نجي الكاف مع الألف نفس القاعدة، هاي البداية، وأرجع أنا وياه وأترك الثلث، وهاي شرحتها أنا بحرف الألف، هاي 1 صدر، وهذا العجز. شوف هذا صار يشبه الكاف، هاي المنطقة الصدر وهاي المنطقة العجز. هسه إذا أقيس من هنا إلى هنا راح أشوفها ألاقيها 3 نقاط، هاي 1 وهاي 1 هاي 2 وهاي 3. شوف تحديدا بالضبط. وأجرها من هنا. هسه راح نشوف كيف راح نكملها. هذا راح يجي من هنا بهذا الشكل نزولا بمقدار نقطة، ويبدي تدويره بالنقطة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية ترويس قصير. خلي قلمي من حيث ما انتهى منه القلم، ويصير هنا نزول هذا مقداره نقطة. البعض يضع مثلا 3 نقاط في الداخل، نقطتين. لا 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 3 نقاط. شوف هاي التدوير هسه نشوف هنا.
بسم الله. هذا كف 1000. نعم. بالضبط هيك يكون. إذا أجي من هون راح نشوف، راح نلاقي هنا هذه تقريبا نقطة. هذا الكأس ماله شوف بيوضح 1 2 3 أبدا 3 نقاط، وهنا هذه نقطة وهذه نقطتين، وهنا تصير نعم ما يتحمل غير قياس. تعبت 6 نقاط تماما في داخل الكف. تحديدا هنا راح نشوف هذا ينزل على مقدار شنو 3 نقاط. نعم. اجي على نقطة مهمة جدا، النسبة الذهبية للكاف هذا تقاطع هذا القلم سن، هذا السن تقريبا يكون منتصف. شوف نعم. تقاطع هذه النقطة تقريبا تكون في المنتصف. هاي نسبة ذهبية. يعني الخطاط يسأل ممكن أطول؟ نعم ممكن أطول أكيد، ممكن أقصر، بس إحنا نقول دائما نأكد على أنه نشرح النسب الذهبية للحرف. كيف تكتب حرف؟ يعني أنت عندك لوحة ما مقيد بها مجال، فتسوي القالب أول شيء تمشق حروفك، هي نسبة ذهبية له. ممكن طبعا حسب التشكيل تطولها، بس تبقى محافظة على الانسيابية. ولو تلاحظ أنه هاي المنطقة إذا تشوف بها تقوس بهذا الشكل، هنا تقعر، وهذا بها تقوس بهذا الشكل، هاي تقوس بهذا الشكل. نفس الشيء. يجب موجود هذا الانحناء. يعني من أباوع على عيني، إذا أنا أجيب العين الرائي، أنا دائما من أسوي اللوحة أنظر لها بهذا الشكل. يعني عيني أخليها هنا وأنظر لهذا الكاف، راح أشوف هذا شكله بهذا التقوس. يجي موجودة هاي التقوس موجودة. نعم. واضح؟ بالنسبة للزناد نفس الزينات نفس قاعدة هذا، وراح أكتبها مرة ثانية حتى أكد على الخطاطين أنه يعرفوها. أخلي قلمي من هنا وأطلع شوي، بهذا الشكل. الاستقرار تقريبا نقطتين هذا سجينا النقطة مهمة أنا بدي أشرحها. القاعدة المعروفة لدى الخطاطين أنه صعود الكاف نقطتين هو مأخوذ من حالة الكاف ألف، لأنه بالكراريس الموجودة اللي ورثناها من يعني الخطاطين رحمة الله عليهم، من يكتبون الدرجة يكتبون كاف ألف، راح يخلون النقطتين هذه من جابها الخطاطين؟ جابوها من الكاف ألف. هذه هنا تحديدا تكون نقطتين أبدا. بس هاي القاعدة نقطة ليس مشتملة على كل حالات الكافات، مثل ما شرحنا تصعد النقطة أكثر من نقطتين، صرت 3 ممكن تصير 4 مع مراعاة حركة. أما هذه في حالة الكاف ألف تكون نقطتين مثالية، إلا في حالة شنو؟ أنه هذه كانت أطول للاضطرار. بس إحنا نرجع نقول نكرر أنه هاي إحنا بدنا نحكي على النسبة المثالية. يعني هذا الكاف النسبة المثالية مالته بهذا الشكل. يعني إذا هذا 3 نقاط هنا خرج إلى مقدار النقطة والنصف، هاي النسبة الذهبية. خلينا نقول يصير أطول نعم، يصير أقصر نعم، ولكن هاي النسبة الذهبية. ليش طيب يجي يقول خطط ليش معنى نقطة ونص؟ من الذي يقول؟ أنا أقول لك شلون. النسبة الذهبية للكاف تتذكرون إذا حكينا هناك نقطة يعني تناسب بين الذراع القاعدة والذراع مال الكاف، فهذا طوله تقريبا مشابه لهذا الطول، فاضطرنا هذا يصير. يعني إذا أريد أخذ من هون مسقط بهذا الشكل وأخذ مسقط بهذا الشكل وأجي أقيس هاي نقاطي، شوف هذا 1 2 3 4 تقريبا، صح؟ صح. وإذا أريد أجيب من هنا هذا مسقطي من بداية الكاف وأجيب هذا من هنا، راح تشوفه تقريبا هاي 1 2 3 4 قريب على هاي تقريبا. هذه الحركة، هذا الطول له علاقة تلاقي بهذا الطول، هناك علاقة بينهم. فلذلك نقول هاي يطلع نقطة ونص. ليش ما صار أكثر؟ إذا طولناه صار بمقدار النقطتين راح يصير أطول منه بقليل ويطلع مو حلو. صحيح. إذا صار أقصر منه، إذا انتهى لهون راح يصير قصير جدا. لذلك النسبة الذهبية هي نظرة فنية عميقة جدا لمسألة الكتلة والفراغ الحرف.
وهذا هو روحية الخط العربي، وهاي الطريقة اللي أنا أتصور يجب أن يفهمها الخطاط، أنه الخط العربي هو هندسة كاملة وهندسة متكاملة للكتلة والفراغ، وليس عبارة عن قياس بالنقاط فقط للحرف. كثير من الناس يصور الحرف هو عرف هذا 7 نقاط وهذا 5 نقاط وهذا 3، انتهت مشكلة الحرف. أبدا، الحرف كائن حي موجود على الفراغ، له علاقات وطيدة بين كل حركة مع الحركة. يعني إذا كانت هذه غلط هذا راح تكون خطأ، إذا هذه كانت خطأ ترويس هذا صار خطأ، إذا هذا صار خطأ هذا صار خطأ، إذا هذا خطأ هذا خطأ، كله يصير غلط. فكل شيء متركب على أول ضربة للقلم. لذلك أنا حريص جدا على شرح دقائق وضع قلمك وين وأين ينتهي حتى نصل من الأسئلة التي وردتني التفاجأ الكثيرين بموضوع ميل النقطة وأماكن الابتداء والانتهاء. يعني هذا الشيء يقولوا له غير مألوف عند الخطاطين. نعم، بس هاي القاعدة مال الخط. يعني احنا نتمنى إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يمكنني أنه أوضح للخطاطين هاي العلاقات. أنا أريد كل خطاط ينظر للحرف بهاي العلاقات، مو مجرد يشوفها شكل يقارنه بسامي أو يقارنه بنظيف. احنا نفهم جوهر الخط حتى كل واحد من عندنا يصير سامي وكل واحد من عندنا يصير نظيف. وهم فهموا الخط بهذه الطريقة، لذلك صاروا أساتذة وصاروا كبارا، لأنه فهموا الخط بهذه الطريقة. فهاي الطريقة هي المثلى لأنه كيف علاقة هذا مع هذا. مو مسألة أنا أخذ بس نقاط أخلي بس نقاط، أفهم الكتلة والفراغ. طيب ليش صارت؟ الخطاط يجب أن يسأل لماذا هاي صارت هاي القياسات. نرجع ونقول هذا علم كامل، مثل مو بالتجويد عندنا علم علل الحروف. لماذا الحرف صار مفخم؟ ليش هذا الحرف صار مرقق؟ ليش هذا الحرف صار قلقلة كبرى؟ وليش هذا الحرف ما صارت في قلقلة؟ هناك علم كامل يسمى علل الحروف. هنا أيضا أقول أنا بالخط هناك علم كامل اسمه علل الحروف. يجب على الخطاط أن يتعلم وأن يبحث ما وراءه، اللي هو علاقة الأجزاء مع بعضها، وليس قياس ما بس أخذ الحرف وأقلل قياساته. فهذا الذراع له علاقة بطول هذا الذراع، هي النسبة الذهبية الأجمل. فمن قسنا هذا تقريبا بهذا بقدر هذا، شفنا أنه يطلع منه مقدار 1.5 نقطة. لا يظن أنه يطول ويقصر، ولكن هاي هي النسبة المثلى. نعم، واضح هسه؟ إن شاء الله. وراح نشوف هنا بوضوح أنه هناك أيضا الفرق اللي صار هون باوع. لاحظ صار فرق ايش قد؟ نقطة. يعني صار فوق الكاف إلى نهاية الألف بالنسبة الذهبية 3 نقاط. إذا أنا أجي من هون وأجي هذا اللي هنا، راح أشوف أنه هذا 1 وهاي 2 وهاي 3. شوف كيف هندسة؟ يعني هنا أيضا رجعت عندي علاقة كاملة. النقطة من نهاية الكاف عن نهاية الألف صارت 3 نقاط، هاي 1 وهاي 2 وهاي 3 تقريبا. وهنا أيضا صارت من هاي المنطقة، فهذه لها علاقة وين؟ بهذه. نعم، العين تقرأها جماليا لا تدرك، لكن تدركها جماليا. أنا هدفي أنه يدرسها. إحنا نعرف علل الجمال، مو بس نشوف فيصير عندنا ضوابط للحرف، وهو هذا العلم. نعم، العلم هو معرفة الضوابط ودراستها حتى الوصول للجمال، وهو هذا علم الخط. نعم. فإحنا الرأي يشوف أنه الكاف ألف سهلة، ولكن هي بها الكثير من التوازنات والكثير من النقاط. يجب على الخطاط أن يحفظها وأن يفهمها تماما، فيقدر يشوف لوحة يعرف أنه هاي اللوحة قوية وهاي اللوحة ضعيفة، فبالتالي هو يمكن يكتب كتابة قوية. نعم، واضح؟ واضح. جزاكم الله خير. ننتقل الآن محمد